بسبب أحمد سعد رسالة تحذير من ريم البارودي لسمية الخشاب. والأخيرة شفت قهر وبكى وكنت باخد مخدر واطلع على أوضتي أصوت. فما القصة؟ وجهت الفنانة ريم البارودي رسالة تحذير للفنانة سمية الخشاب، وهو الأمر اللي كشفت عنه الفنانة سمية الخشاب خلال تواجدها بتصريح صحفي للقاهرة 24. وقالت رامز كان عايز يجيبني أنا وريم البارودي مع بعض في البرنامج، وريم كلمتني لأن كنت ساعتها مسافرة، ولما قالت لي كنت مرحبة وقلت لها تعالي يلا نروح ونعمل حلقة حلوة، لكن لقيتها بتحذرني وبتقول لي بلاش نطلع مع بعض مش هيبقى كويس وهيبقى ضد مصالحنا، وكمان رامز هياخدنا كمادة ويقلش علينا بإهانة بسبب أحمد سعد، وده لأن الثنائي كانوا متجوزين من الفنان أحمد سعد. وأكملت الفنانة سمية بعد عودتها من برنامج رامز جاب من الآخر، تواصلت مع الفنانة ريم هاتفيا واللي قالت لها الحمد لله ربنا بيحبك إنك ما رحتيش، وإلا كان يحصل لك حاجة شر بره وبعيد مش كويسة، لأن 90% بالتأكيد اتصابوا. عجبت الفنانة سمية الخشاب برنامج رامز جاب من الآخر، واللي قالت هم قصدوا كتير جدا ليا وأنا بقول رجلي بتوجعني وكتفي بيوجعني، ولحظة ما وقعت كانت وقعة قوية جدا وهو قص كتير علشان ما يبانش إني أنا اتصبت، وأنا عندي تمزق في الأربطة في رجلي وفي كتفي. وتابعت حديثها واللي بيزعل إن ولا واحد منهم كجهة إنتاجية اتصل بالناس وقال لهم سلامتكم أو آسف. هو إحنا في غابة يا جماعة، مش مهم الناس يحصل لها إيه، المهم أطلع أنور وأعمل مشاهدات عالية، المهم مصلحتي والباقي يتحرق. وكانت رجلي وارمة قوي. وأضافت الفنانة سمية عن مسلسل رمضاني ب100 راجل واللي قالت أنا بحب الحلقات الأولى لأني تعبت فيها، شفت فيها قهر وبكى ومعدتي وجعتني ودخلت المستشفى يومين قبل ما نخلص بأسبوعين، وساعتها ركبت المحاليل وكان الضغط النفسي والقهر والزعل مسمع في معدتي، وبعدها خرجت من المستشفى على اللوكيشن. وعن مشهد المقابر قالت كنت بنهار لأن ساعتها كنت بفتكر الناس اللي مشوا في حياتي ودموعي ما كانتش بتقف، غير المشاهد اللي كانت صعبة زي مشهد المشرحة والنيابة وقسم البوليس والسجن.